ازيكم يا شباب؟ فيلم النهارده هو لو كان ده حلم. اتوقع ان عدد كبير منكم ما يبقاش عارفه لانه قديم من سنة 2001. وانا بدور على اسوأ افلام في السينما المصرية لقيت ناقد كاتب اسمه وقلت اشوفه فعلا هو سيء للدرجة دي ولا لا. فيلم عشان تبقوا عارفين في مين طارق لطفي وماجد الكدواني، فده خلاني اشك شوية، بس افتكرت فيلم شباب تكاوي اللي كان فيه ماجد الكدواني وهو وحش وهنعمل عنه حلقة كده كده، فقلت وارد فعلا انه يكون الفيلم وحش. بس خلينا نشوف. تعالوا نبدأ في التجربة دي، ودي أول مرة أشوف الفيلم ده. بيبدأ الفيلم بإنترو غير لافتة للنظر خالص، غير لقطة بنشوف فيها بنت راكبة عربية واحد بيسوقها على سرعة 5 ملي في السنة، بتقول له أنا مش مستغنية عن عمري يا عم رمضان. نشوف طارق لطفي بيتدرب كاراتيه وبيوقع اللي قدامه 3 مرات بموسيقى مضحكة جدا جدا جدا. هو في ايه؟ انتوا جايبين هنا عشان تهزقوني ولا ايه؟ وهنا قلت حاجتين: بداية مشرقة بالعبث من أولها وشكلنا هنطلع بماتيريال زي الفل زي الفل. التانية إنها إشارة عن فيديو ليه بطلنا نعمل أفلام رياضية، وده فيديو هيبقى مميز إن شاء الله، استنوه. المهم نكمل بعديها بنشوف مشهد سواق ميكروباص مصطبح وبيتكلم مع واحد والناس بتستعجله علشان وراها شغل، يسيبهم وينزل ويقول العربية عطلانة، وصاحبه يقول يعني وراكوا الحملة الفرنسية يا أخي، وأنت يا ابن قوم القماش المهترئ نازل من بيتكوا ليه طالما مش جاي معاك بشغل؟ ذنب الناس يا متخلف. بعديها بنشوف الشلة دي شافت محمد لطفي ومعاه البنات وماجد الكدواني اللي معرفش يعرفوا منين اصلا. ماجد الكدواني مره واحده صاحبه، يعني ما مهدوش مثلا ان هم في جامعه مع بعض ولا في اي حاجه. هو اصلا في المشهد ده مفيش حاجه قبلها تديك اي مبرر منطقي ان هم يتقابلوا، غير حاجه واحده، ان هم اتقابلوا علشان هم بيمثلوا في نفس الفيلم مع بعض. ده التفسير المنطقي الوحيد ليه هم اتقابلوا. المهم بيبقوا عايزين يتخانقوا معاهم علشان البنات، ينزل محمد لطفي يضربهم ويمشوا. شوف واحد قلع البنطلون ويظبط الكلسون ويلبس تاني، ده كده عبث وهرطقه. ايه المبرر اللي حصل ده؟ انا عايز مبرر واحد منطقي. معلش يا جماعه اوريكم مشهد دقيقه كده، انا عايز تفسير للي بيحصل ده. انا في قمه المعاناه حاليا. بالقوة. بالقوة. والله عندك حق يا أخي. الفلفل الفلفل الفلفل. شوف بعديها بيناقشوا يفتحوا مشروع ايه مع بعض. ماجد الكدواني يقول لهم نجيب حمام زاجل ونفتح بوسطه. يا عم بقى كفايه عبث بقى، اموت واعرف اللي بيكتب سكريبت زي ده بيكون بيفكر في ايه، اللي بيخرج وبينتج ويمثل مثل هذا العبث بيكون تحت تاثير ايه. طيب بعديها بنشوف ان هم فتحوا مطعم مسمينه الحب جروب، ويا الله على الاسماء الكرييتيف. بعدين نشوف البوليس جالهم ونازلين باسلحه تقولش تجار مخدرات، يقول لهم فتحتوا هنا ازاي؟ واحده منهم تقول بالقانون. لو بالقانون هتقفلوا برضه، ما هي بسبب الفزلكه دي لازم يحصل كده، ما تقولي معانا تصاريح. وبياخدوهم معاهم. بعديها بنشوف انهم طلعوا علشان اتبلغ عليهم بلاغ كيدي. بعديها بنشوف انهم بيقولوا انهم خسروا 85,000 جنيه ومحتاجين 95,000 وانهم هيقدموا على القرض. يروحوا ويسالوا على الضمانات، مدير البنك بيقول لها اسم والدك لواحد الضمان. بنشوف بقى العنفوان والاستقلال، ولن اعيش في جلباب ابي واريد التمرد على ماضيه وابيه وكل ماليه. يقول له لو سمحت بابا مالوش دعوه بالموضوع ده. طيب اطلعي يا بنت الكلب انت وهو بقى. ما نعرفش بقى هي خدته ولا ما خدتوش. بنشوف بعديها بقى الافتتاح ويغنوا الحب جروب بالحب نغديكوا، عبث بيور. بعديها بنشوف سواق الميكروباص وشلته عند عربيه الاكل، وبعد 45 دقيقه بنعرف انهم جيران واحده من البنات. تخيل ان التفصيله دي تعرفها بعد 45 دقيقه، اللي هو يعتبر نص الفيلم حرفيا. بعديها بنشوف انهم بيتناقصوا انهم يفتحوا بالليل، بس طارق لطفي يقول لهم انا شايف ان احنا نيجي على نفسنا. انا هنا اقول يسعد دينك يا الغالي ارحب. يقول لهم انا وعلي وجمال نفتح الصبح. تخرج ياض هتفتحوا انتوا 3 شباب الصبح وتخلوا البنات تقعد بالليل لوحدها، ونعمل رجال ونعمل رجال. بعديها نشوف ان المكان اللي جنبهم بعت لهم واحده علشان تعمل حوار، قالت لطارق لطفي ان في واحد بيبص لها، راح وضربه. قمه العبث، حاجات غير منطقيه بالمره. الزبونة دي زبونتنا احنا، وانت بتضايقها ليه؟ بقول لك ايه، انا ماليش في الحمام، انا كبير اطير. نشوف انها كلمته بعديها على تليفونه، وانا مش عارف امتى حصل الموضوع ده اصلا. بعديها بنلاقيها وراه بالعربيه ويقول لها غريب انك مشيت ورايا. والله هو مفيش حاجه مش غريبه في الفيلم ده، الفيلم ده كله عجيب اساسا. المهم نجري شويه احداث مالهاش لازمه علشان زهقت. بنشوف ان العيال بتاعت الميكروباص اغتصبوا اميره فتحي. بعديها بنشوف ان هم عرفوا هم مين. نشوف طارق لطفي راح ضربهم والفيلم بيخلص. والله العظيم الفيلم ده اتكرم انه اتحط من اسوأ افلام السينما المصريه.
ده اسوأ حاجه لحد دلوقتي شفتها على الاطلاق. الفيلم ما فيهوش اي مبررات، ما فيهوش اي ترتيب الاحداث اساسا. يعني انا حاسس ان هم ما جابوش مونتير اساسا يمنتج الكلام ده. هي شطات كانت بتتحط، يعني المفروض مثلا تعرفني ان الشخصيات دي مع بعض مثلا في الجامعه اي حاجه، انما انت جايب لي لقطات من الشرق من الغرب وما اعرفش، والمفروض استنتج. انا مش فاهم حاجه. بالله عليك ما تدورش على الفيلم ده ولا تحاول تشوفه. انا بحبك. خايف عليك. في الاخر ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره تشوفني، وسلام. حب جروب بتحييكوا أول مشاهير